مساء الخير متابعينا، ويا هلا بيكم في فيديو جديد. واليوم راح اسوي وياكم وجبة فلافل مقرمشة. راح نسويها بالحمص المجروش او حمص اللبة، وراح نسوي الحمص البطحينة، فتابعوا ويانا الفيديو للأخير. هنا عندي كيلو من الحمص المجروش او الحمص اللبة، نقعته لمدة ساعة بماء دافي. هذا هو شكله يصير. فقسمته ثلث كيلو تقريبا، خليته بجدر، راح اسلقه، اضيف له شوية ماي واتركه ساعة ونص، ساعتين الا ربع حتى يستوي تماما، اريده ينهرس. اما باقي الكمية اللي هي اقل من 3/4 الكيلو، راح ابدي اثرمها بمحضرة الطعام. خليت شوية معدنوس او كرفس حسب المتوفر عندكم، وانزل كمية من الحمص واضيف وياهم فد فصين من الثوم، وأبدي أثرمهم بشكل ناعم. ممكن تستخدمون محضرة الطعام أو ماكينة ثرم اللحم، أكيد بعد أسهل. هنا مثل ما شفتوا ضفت القليل من المي بس على مود أسهل عملية الثرم. وهنا ورا شوية فتحت المحضرة وأنزل الجوانب مثل ما شفتوا الحمص صاعد لي فوق على مود ينثرم وياهم. وبهذا الشكل أول وجبة من الفلافل صارت عندي جاهزة. أنزلها بالكاسة. راح أكمل كل الكمية بنفس الطريقة. طبعا انتوا أحرار، ممكن ما تضيفون المعدنوس، ممكن تسووها فقط فلافل صفراء يعني حمص وثوم فقط، أو ممكن تستخدمون الكزبرة أيضا تنطي نكهة كلش طيبة. ممكن البصل الأخضر، الكراث، بس أنا اليوم اللي متوفر عندي هو بس المعدنوس. وهاي كانت يعني أسرع طريقة لتحضير الفلافل من ما نكون منقعين الحمص قبل بليلة، فهاي للطوارئ تعتبر. وإذا تشوفون أكو حبايات من الحمص بعدها ما مثلون، فهذا الشيء كلش عادي، هو يستوي يعني ما يكون مزعج بالأكل. هنا بديت الكمية الزايدة من الفلافل أبدي أكيسها بالأكياس التفريز بهذا الشكل، أمدها. ممكن تغلقون الكيس بالكاوية، هاي الكاوية مال الأكياس، أو تشدوه انتو شو حسب الأكياس، أو الأكياس المغلقة اللي تنقفل حسب المتوفر عندكم. هنا عندي البهارات اللي راح نستخدمها بالفلافل. مرات ما يكون عندنا بهارات، مثلا أنا اليوم ما عندي بهارات الفلافل، فراح استخدم نص ملعقة صغيرة من الدارسين أو القرفة المطحونة. هنا 3/4 ملعقة صغيرة من الهيل، أو ممكن تخلون شوية يعني الهيل حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الثوم العجم المطحون. ملعقتين صغيرة كمون المطحون. الكمون والكزبرة يكونون قياسهم متساوي، يعني ملعقتين صغيرة كمون، ملعقتين صغيرة كزبرة، وربع ملعقة صغيرة قرنفل، وربع ملعقة صغيرة زعتر بري، وهذا اختياري. طبعا ممكن نضيف لها الكبابة تنطي نكهة طيبة، الورد الجوري همينة ينطي نكهة طيبة. اكو هواي مكونات انا ما متوفرة عندي حاليا، بس هاي للطوارئ البهارات ونكهتها كلش طيبة، وانصحكم تجربوها. خلطت البهارات بهذا الشكل واخليها بعلبة بهارات او مملحة حسب المتوفر عندكم، تكون جاهزة للاستخدام. الحمص عندي المسلوق صار جاهز مثل ما شفتوا، ممرود زايد. بعد حار، هو المفروض احنا نتركه يبرد تماما يلا نسوي حمص بطحينة، بس أنا مستعجلة وما عندي وقت. مثل ما شفتوا ضفت عصير ليمونتين عليه، الليمون يكون فريش أطيب شي، وأبدي أهرسه. هاي المهراسة ممكن تفيدكم، أو إذا بالخلاط الكهربائي بمحضرة الطعام. هاي الصراحة انطتني نتيجة روعة. الحمص بطحينة طلعت ناعمة كلش، عباء قطن. فبديت أهرس الحمص، وهنا نزلت الثوم حسب الرغبة. أنا ضفت فصين من الثوم لأنه هذا 3 كيلو من الحمص، يعني كمية زينة، تقريبا يطلع كوبين من الحمص. إذا كوب واحد فتحطون فص واحد صغير من الثوم. هنا شوية تركته يبرد حتى تلاحظون أنه صار طبقة صفراء على الحمص، ونزلت عليه ربع كوب من الراشي أو الطحينة، وأرجع أخلط المكونات. إذا تلاحظون اللون شوية شوية يبدي يتغير. هنا أيضا راح أضيف الزيت النباتي، نضيفه بشكل تدريجي. هنا أنا لأنه مسرع الفيديو دا يطلع إنه أضيفه مرة واحدة، لا هو على شكل خيط أضيفه حتى يتخن لي الحمص بطحينة بنفس الوقت تتحول على لون أبيض. هنا رجعت على الفلافل حتى أبدي أقلي، يعني خليت الزيت على النار، ضفت ملح حسب الرغبة، ومكون البهارات اللي سويناها الكمية نضيفها حسب الرغبة. قلبت المواد وأضيف شوية من المي
ما أريدها تصير خفيفة زايد ولا ثخينة تطلع معجنة الفلافل عندنا. وهنا براس الخاشوقة أو براس الملعقة خليت بيكربونات الصوديوم أو الصودة، وحتى نختبر إنه الفلافل مالتنا كمية المي اللي بيها زينة نخليها بالقالب، بس يعني نحرك القالب. إذا وقعت الفلافل بكل سهولة معناها كمية المي مالها زين. اختبرت الزيت شفته إنه صار حامي، ضفت أو بديت أقلي الفلافل. طبعا لازم الزيت يكون غزير، ودرجة الحرارة ما تكون بالبداية النار عالية، ومن نبدي نقلي نخليها وسط حتى الفلافل تستوي من النص. هنا رجعنا على الحمص بطحينة، بديت أوزعها بالمواعين، والفلافل لازم كل شوية نقلبها إلى أن تشقر وتحمر بهذا الشكل. خليها بمصفى حتى تتصفى من الزيت الزايد. وهنا أكلتنا صارت جاهزة. طبعا سويت وياها الزلاطة، النارنج، العنبة، والصمون الحجري الحار، وأكلتنا تصير جاهزة. وطبعا الحمص بطحينة تكون حسب رغبتكم. هنا إذا سمعتوا صوت القرمشة مال الفلافل، طعمها كلش طيب. هاي من الداخل شكلها، والحمص بطحينة شوفوها قطنية صايرة كريمية تخبل. إذا حبيتوا تجربون الوصفة أتمنى تردوا لي رأيكم بالتعليقات. ألتقيكم على خير بفيديوهات جديدة، ومع السلامة.